اهلا بيكم في الدولة القديمة وعصر بناية الاهرام. هرم الملك زوسر اول هرم في مصر واول مبني من الحجر في تاريخ البشرية. الملك زوسر يعتبر اول ملوك الاسرة الثالثة وحكم 19 سنة وعمل المجموعة الجنائزية بتاعته واحاطها بسور ضخم بارتفاع 10.5 متر على مسافة 1.7 كيلو متر، والسور مبني من الحجر الجيري وليه 14 مدخل، منهم 13 مدخل وهمي يعني مرسوم على السور ومدخل واحد حقيقي وهو اللي هيدخلنا للمجموعة بتاعته. نوصل لبهو طويل موجود على كل جانب 20 عمود، وشكل العمود على سيقان النباتات مربوط بحائط معروف باسم الحيطة السانتا، واللي اتعملت عشان تمسك العمود وعشان تشيل السقف. ونخرج من الممر نلاقي مسافة واسعة جدا، على يميننا الهرم وقدامنا المقبرة الجنوبية. وفي يا ابو حميد عشان الهرم مقبره، امال ايه دي؟ هرد عليك بس لما اعرفك متكونه من ايه المقبره الجنوبيه. هي متكونه من جزئين، الجزء اللي علوي مصطبع من الحجر الجيري، اما الجزء السفلي فهو منحوت في الصخر على عمق 28 متر. ولما توصل لتحت هتلاقي غرفه مبنيه من الجرانيت زي الغرفه اللي موجوده في الهرم. اما بالنسبه لسؤالك ففي اراء كتير، في راي بيقول انها اتعملت عشان الملك يدفن فيها لو الهرم ما اكتملش، وفي اللي شاف علشان دفن مولود ملكي. اما الرأي الأخير اللي ممكن يبقى صح حبتين، وإنه عمل زي أجداده في الأسرة الأولى وتانية لما كانوا بيبنوا مقبرتين، واحدة في الجنوب في أبيدوس والتانية في الشمال في سقارة، فعمل مقبرة في الناحية الجنوبية من الهرم. ونيجي لأهم حاجة وهو الهرم المدرج. بس إزاي وصل مصر القديم لشكل الهرم؟ في البداية كان بيدفنوا في حفرة تحت الأرض، والحفرة دي بقت أوضة بيحطوا فيها الحاجات اللي يحتاجها الميت في العالم الآخر، والغرفة بقت 2 و3. المهم النظر عندنا مشكلتين، الاولى الحيوانات بدأت تشم ريحة الميت وتنهش المقابر، اما التانية ان محدش يعرف هل في حد مدفون هنا ولا لا، فممكن يحفر مكان شخص مدفون. وعلشان يحلوا المشكلتين دول عملوا حاجة اسمها المصطبة فوق سطح الارض بحيث تمنع الحيوانات وتكون دور شاهد القبر، بس مع الوقت ظهر لصوص المقابر. المهم جدك زوسر حب يعمل مقبرة مميزة، فطلب من المهندس امحتب انه يعمل له مقبرة تليق بيه، فعمل له الهرم المدرج. وقتها كان يعتبر اول واكبر مبني من الحجر في العالم. وفي بعض العلماء شايفين ان فكرة بناء الهرم بالشكل المدرج ان هو سلم ضخم يصعد الى السماء ويسهل صعود روح الملك المتوفي الى ابيه الاله رع اللي هو اله الشمس. ولما تنزل تحت الارض لعمق 28 متر هتوصل لغرفة الدفن، وحوالين غرفة الدفن في ممرات كتير بتوصل لاكتر من 5 كيلو متر. متخيل ان 5 كيلو متر محفورين تحت الارض من غير وسيلة اضاءة ولا اكسجين، وان كمان في فوقهم هرم مبني؟ ازاي ده كله حصل الله اعلم. وورا الهرم كان في تمثال جميل للملك زوسر، كان موجود في سرداب مغلق من كل الجوانب، مفيهوش غير فتحتين بس قدام عينه، والتمثال كان محطوط بزاويه ان هو يبقى مرفوع لفوق وراجع لورا علشان عينه كانت بتبص على النجوم اللي في الشمال، وهي النجوم التي لا تغيب. ويتمنى الملك ان روحه تفضل موجوده. ويعتبر تمثال الملك زوسر هو اقدم التماثيل ذات الحجم الطبيعي للانسان بارتفاع 140 سم، يعني مش ضخم قوي ولا صغير قوي. اما النسخه الاصليه فهي موجوده في المتحف المصري بالتحرير، واللي معمول فيديو عنه موجود تحت في الوصف. اما النسخه الموجوده في السرداب هي نسخه تقليد علشان نعرف الناس هو كان موجود ازاي. هل تفتكر هرم الملك زوسر صعب او لغز زي باقي الالغاز اللي موجوده في المصريين القدماء؟ لسه الحضاره الفرعونيه لم تكشف عن اسرارها بعد. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.